دلوقتي بالونه امام عاشور. امام عاشور نفخ بالونه بيضه بعد ما جاب جون امبارح. تمام. بالونه بيضه ليه؟ ممكن ما لقوش غيرها. لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. انا بحب امام عاشور عامه، يعني انا كامام عاشور انا بحبه، وات ايفر هو في الاهلي في الزمالك، انا بحب امام عاشور يعني. طب اشرح لك الموقف عشان هو نفخ بالونه بيضه وداس عليها وفرقعها. قصده بحب ايه؟ امام عاشور. بتحطي نفسك في مواقف بايخه. لا عادي، في ناس بتنفخ، ممكن هابي نيو يير يعني بيحتفل براس السنه عادي. مش محتاجه حاجه يعني. احتفاليه امام عاشور بالونه لا البيضة. طبعا هو ما صحش. ما صحش. هو لا هو قصد الزمالك. هو ما هنضحك على بعض. شفت احتفاليه امام عاشور امبارح؟ بتاع البالونه؟ هي قصده ايه بقى؟ قصده ايه بقى بالكلام ده؟ هو بيقلد نكونكو مبدئيا، ده اول حاجه. بتاع تشيلسي. شفت ماتش الاهلي امبارح؟ شفت ماتش الاهلي امبارح، شفته. بالونه امام عاشور قصده ايه بيها دي؟ بالونه امام عاشور قصده بيها ان هو يفرقع الزمالك. يعني البالونه البيضه دي زمالك. البالونه البيضاء زمالك وش امال هو بقى قصد مين؟ امام عاشور في الاهلي والبالونه البيضاء. جاب جون امام عاشور، الاحتفاليه بتاعته كانت بالونه بيضه نفخها وفرقعها. يا لا انت معانا اهو. قصده ايه بقى بالكلام ده؟ بيتريق يعني على الاهلاويه ولا ايه؟ ايه طيب بقول لك بيضه، بالونه بيضه وهو في الاهلي. يبقى بيتريق على الزملكاويه كده. صح؟ ايوه صح. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. طب هو ممكن يبقى بيقصد بيها الزمالك ولا منى فاروق؟ عارف منى فاروق؟ منى فاروق بالونه بيضاء؟ لا 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 يا جدع ما تهزرش. لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. مش بيضاء قوي يعني. مش بيضاء قوي يعني. مش بيضاء قوي يعني، بالونه بس مش بيضاء. عايز لون البالونه بيضه ليه؟ مش شرط كل الزمالك. معلش انا اسف، في اللي على راسه بطحه. هو لو متهيألي هو لو مش قصده على الزمالك هتتفسر انه قصده على الزمالك. قصدوش بحاجه بالبالونه البيضه دي؟ هو بينكش في الزمالك بصراحه. مش بينكش في منى فاروق مثلا؟ ده هو ده كان هي اللي قالت عنه انه في حد ارتبط بيها. صح. هو ده. يعني منى فاروق ولا الزمالك؟ اخر كلام. بصراحه ما اعرفش الحوار التاني ده، بس لا اقول الزمالك. خلينا في الصح. الناس بتقول منى فاروق، الكلام ده ايه بقى؟ منى فاروق مالها بالحوار؟ منى فاروق ما هو انا بقول قصده ايه بالبالونه البيضاء بمنى فاروق؟ هو ممكن برضو ممكن دي برضو ممكن تكون ممكن هي. فاهمني؟ اهو كده الكلام وزن نفسه وبقى فيه شيء من المنطق. ممكن تكون ان البالونه البيضاء دي قصده برضو على منى فاروق ولا ايه؟ ما انا مش عارف. ممكن يكون قصده برضو يعني قصده ايه بقى بالبالونه دي بمنى فاروق؟ قصده مثلا ان هي طلعت تتكلم على السوشيال ميديا وتجيب في سيرته. اشمعنى بيضه؟ البالونه بيضه ليه؟ عشان الزمالك. هنا في المشكله اللي احنا وصلنا لها دلوقتي، ان اي لعيب عايز يعمل ترند، فامام عاشور عايز يعمل ترند في ده، فعايز يدخل الزمالك فيه. طب ليه؟ الزملكاويه زعلانين ان ده بالونه بيضه، وقصده خلي دونجا الماتش الجاي يجيب بالونه حمراء لما يجيب جون ويعمل نفس الحركه عادي. ايه ده؟ انتوا مضروبين قوي كده. ميح. انت لاعب زملكاوي دلوقتي، الماتش اللي جاي جبت جون، عايز ترد بايه؟ مش عارف والله. ممكن مش عارف. في كذا احتفال ممكن احتفل بيه عادي، بس اكيد يعني مش هبقى على الاهلي يعني. بص دلوقتي رقم 22 في الاهلي بعد ابو تريكه بقى حاجه تانية، بقى اللي بيلبسوا مش شايل المسؤوليه. انت شايف كده؟
سلامة. بعد ابو تريكه هو الصراحه يعني رقم 22 كبير. ابو تريكه كان يعني الرقم ده ما كانش بياخده اي حد، فلما ان هو ياخده امام عاشور برضو مش عارف دي حاجه صح ولا غلط. يعني دي كقياده برضو دي المفروض قياده. الرقم برضو كان لابسه لعيب كبير من نادي كبير وعمل تاريخ كبير، فاكيد لازم يلبسه تيشيرت لحد برضو ما يكونش عليه تلاعب. يعني ما يكونش لعيب جاي من اهلي والزمالك. ايه دلوقتي امام عاشور يستحق يلبس رقم 22 ولا لا؟ يستحق. معلش امام عاشور صفقته مع النادي الاهلي هي صفقه مكايده بنسبه 100%، والاهلي خسر فيها كتير جدا. تمام. امام ما ضافش حاجه للنادي الاهلي ولا ضاف حاجه. الاهلي كان بياخد بطولات من قبل امام. تمام. بعد اذنك سيبنا اتكلم. امام قبل النادي الاهلي، قبل امام كان بياخد افريقيا وكان بياخد دوري، كان بياخد كاس. بعد امام النادي الاهلي باخد افريقيا وباخد دوري وبياخد برده كاس. تمام. في نظير النادي الاهلي امام ضاف له ايه؟ ما ضافلوش اي حاجه. امام رايح النادي الاهلي مخصوص عشان يكيد نادي الزمالك. هم فرحانين بيه جدا ان هو يطلع كل يوم والتاني يعمل لقطه وياخد الشو هو والواد كهربا. تمام. وهم فرحانين بده. اداره الاهلي عندها سقطه كبيره جدا في الوقت الحالي، طول عمرها بتدافع عن مبادئها واخلاقها، واحنا طول عمرنا كنا مؤمنين ان النادي الاهلي عنده اخلاق وعنده مبادئ. بس بعد اللي بيحصل كل يوم وكل اسبوع تصحى الصبح تفتح الاخبار تلاقي امام عاشور وتلاقي اصل امام عاشور اتزحلق بالصابونه هو وعمر، اصل امام عاشور اتخانق مع بتاع الامن، اصل امام عاشور مسك البالونه. ايه يا حبيبي؟ هو مفيش الا انت.